السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. يلا بقى كده تعالوا شوفوا عندنا كركبة وست الحبايب جايلنا كمان. يلا شوفوا هنعمل ايه. هنعمل النهاردة احلى طبخ. ألفت من ولا حاجة، عملت اكل جميل وعملت كمان رضيت الطرفين. طبعا انتوا عارفين ان اولادي مش اي حاجة بياكلوها، وطبعا كان اخر الاسبوع وما عملتش حاجة ولا نزلت السوق ولا اي حاجة. يلا ندور في تلاجتنا ونشوف هنعمل ايه. بس قبل اي شيء نضفنا الرخامة بتاعتنا وخلينا الدنيا زي الفل. يلا بقى صلوا على الحبيب ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف هنعمل ايه. هنعمل اكلتين مع بعض بسم الله ما شاء الله في اسرع وقت. كان الوقت متأخر جدا جدا وما عنديش وقت ان انا استنى اعمل اكل خالص والله العظيم. يلا مسكت كده حتة لحمة كانت في الفريزر عندي، طلعتها شطفتها، بس انا كنت غسلاها قبل ما احطها في الفريزر وحطيتها بتلجها في الحلة الضغط وسبتها تاخد وتدي على النار لغايه ما هنشوف هنعمل ايه تاني. هنا بقى معايا حبة مواعين بعد ما طبعا خليت الرخامة نظيفة زي الفل ما فيهاش اي حاجة. وطلعت كمان فرخة كده حطيتها في ايه، في طبق صغير كده. كانت فرخة بصراحة مش كاملة، كانت يعني ايه، كنت واخدة منها تقريبا الصدر وعاملة منه بانيه. فقلت اطلع بقى علشان اولادي يعني ما بتاكلش اللحوم والحاجات دي، وطلعت طبعا الايه، الفراخ علشان خاطر اولادي تحن علينا وتاكل. خلاص زي ما انتوا شايفين كده. بس قبل اي شيء لازم انا انضف مطبخي واخلي الدنيا زي الفل، الحوض بتاعي يفضل نظيف وما فيهوش اي حاجه علشان اقدر ان انا اشتغل شغل تمام وايه، واشتغل كده وانا مرتاحه نفسيا. مع بال ما هي صلت العصر كنت انا نضفت المواعين وخليتها كده زي الفل وولعت على طول على الايه، على اللحمة بتاعتي. طبعا علشان خاطر هي لو عرفت ان انا هطبخ او اعمل حاجة مش هتوافق، فلازم أنا اعمل كل حاجة في الخباثة علشان اصمم ان هي تقعد وتاكل معايا. يلا بقى نبدأ مع بعض وهنخلص حبة المواعين الصغيرين دول. طبعا طول ما احنا شغالين او عندنا مواعين او اي حاجة من دي ما تنسيش بقى يعني ايه تذكري ربنا كده وتستغفري، وان شاء الله ربنا هييسر لك امرك من كل شيء. والله العظيم بتبقى يعني بصوا مش متعبة ولا اي حاجة ايه بالنسبة للغسيل ولا اي حاجة من دي، بل بالعكس انا بحسها متعة بالنسبة لي. طبعا دي حاجة تانية بقى لما اكون تعبانة، دي حاجة تانية. لكن انا والله لما ست الحبايب بتكون عندي موجودة في البيت بحس ان انا صحتي رجعت لي تاني. حتى لو انا تعبانة او اي حاجة من دي بحس ان مودي اتغير كده وبقيت ايه زي الفل. عارفين فل شمعة منورة دي؟ بالظبط كده. حطيت البصل بتاعي كده واتفاجئت بصرصار زي ما انتوا شايفين كده، لان البصل ده اصلا في البلكونه. فضلت يعني افتح الميه واصرخ لغايه ما جوزي كده يعني ايه ربنا يديله الصحه خده ورماه. وخلاص كده همسك بقى البصل ده. تعالوا شوفوا هنعمل بالبصل ايه وباللحمه اللي احنا ولعنا عليها. هخلي يعني بصوا اعمل اكلتين مختلفين تماما، والاكلتين اتعملوا بسرعه والله ما خدوا معايا ولا وقت ولا اي حاجه. طبعا الفرخه بتاعتي كانت لسه ما لحقتش تفك ولا اي حاجه. هقطع بس طبعا الرجل دي اعزكم الله بتاعت الفرخه دي بشيلها، ايه المفروض ما احطهاش مع الفراخ، انا بشيلها لوحدها بس هي اتنست بس. لكن انا لازما وانا بجيب الفراخ بجيب الايه الرجول بتاعتها علشان خاطر القطه اللي عندنا. وطبعا الجوانح والحاجات دي بنضفها وبقطعها وبحطها برضو للايه للقطه بتاعتي علشان خاطر طبعا ايه ما ينفعش لازم ناكل وهي تاكل معانا كمان. غير والله كمان واحنا بناكل لازم تاكل معانا، ده حاجه اكيد. همسك بقى الفراخ بتاعتي اغسلها غسله تمام واحطها على ركن كده. وبعد كده بقى حطيت ايه معلقه سمنه وحطيت ورق رولي وحبهان ومستكه، وعطت لي الفرخه بتاعتي صدمه كده زي ما انتوا شايفين. هقلبها تقلبتين تاخد لون جميل باللون السمنه اللي احنا حاطينه الجميل ده. وحطيت كمان يا جماعه في رشه فلفل اسود، بس للاسف هي ايه، لا اتصورت معاكم. كنت اقول لكم ان للاسف ما اتصورتش لان انا وانا بعمل قلت لقيت الكاميرا فاصله فبحسبها ان هي ايه ما اتصورتش. وحطيت لومي كده. طبعا هي ما خدت وقت طبعا ما، بس انا مسرعه الفيديو كده وقطع منه حاجات كتير. وبعد كده ضفت عليها الميه بتاعتها وسبتها تاخد وتدي كده مع نفسها لغايه ما نشوف هنعمل ايه تاني واكلنا هيتعمل ايه النهارده بشكل جميل وجميل جدا جدا. هنا بقى حطيت ايه، مرقة وحبة زيت وحطيت حبة شعرية. هعمل الرز بتاعي علشان كل حاجة تخلص مع بعضها طبعا. والحلة بتاعت اللحمة بتاعت الضغط على النار سايباها بقى يعني ايه، بتاخد وتدي مع نفسها. اصلا انا كنت طفيت عليها وكنت حطاها فين على الرخامة لان هي لازم تبرد تماما خالص علشان خاطر ايه الحلة اقدر افتحها يعني.
هنا بقى كان الفراخ بتاعتي خلاص دخلت في السوا، شلت الريم اللي على الوش وحطيت مرقة ورحت مغطية وسايبة عليها وسايباها كده تكمل سواها. كانت خلاص يعني يعتبر غلوتين وهفضي. هنا الشعرية بتاعتي اتحمرت، هضيف الرز بتاعي، وكمان الرز بتاعي كمان خلاص زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ربنا يبارك لكم في امهاتكم وفي اهلكم، اللهم امين. يعني ما تتحرموش منهم ابدا ولا دخلتهم الجميلة عليكم. هضيف الملح بتاعي كده زي ما انتوا شايفين وخلاص، واحط بقى من الكتل بتاعي المية. هنا بقى حطيت ملح طعام، حاجة كده فاخر من الاخر، كانت جايالي من السعودية. احط من مية سخنة كده من الكتل عشان الرز يشيل معايا على طول، وعلشان الحق اقعد كده مع ست الحبايب. قشرت بقى كده 3 بصلات زي ما انتوا شايفين، بصلات كبيرة كده. هو مفروض اللحمة اللي انا بعملها دي مفروض البصل بالطماطم بكل حاجة تتعمل مع اللحمة، بس اللحمة بتاعتي كانت هتبقى يعني هتستنى كتير لما تفك، فحبيت ان انا اديها غلوتين في حالة الضغط عشان ما تاخدش معايا وقت. والطريقة دي برضو طريقة جميلة وطلعت الحاجة حلوة جدا جدا. خلاص اللحمه بتاعتي استوت وزي الفل اهي. طبعا انا ما كنتش قطعتها ولا اي حاجه، هبدا بقى اقطعها كده بالسكينه قطع صغيره علشان احنا هناكلها بالعيش. وعامله كمان رز، يعني ممكن تاكليها بالرز وممكن تاكليها بالعيش، مفيش اي مشكله خالص. وخلاص هقطع اللحمه كده والكتل، شوفوا كتله كبيره كتله كبيره عامله ازاي. بس ما مستويه، يعتبر مستويه، هي غلوتين. انتوا عارفين حله الضغط ما بتاخدش وقت خالص، الحمد لله بفضل الله. هخلص كل الكميه واقطعها كده زي ما انتوا شايفين وهضيفها تاني في الحله. طبعا انا شلت الريم والحاجات اللي عليها اللي بتبقى على وش اللحمه وكده. والشوربه والمرقه بتاعتي كنت مفضياها في ابريق كده او كوز. هنا بقى خلاص قطعت اللحمه، همسح مكاني وانضفه كويس، وبعد كده اضيف البصل وهقطع كمان طماطم زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم البهارات اللي انا حطيتها بهارات لحمه وفلفل اسود وبابريكا وحاجه كده، يعني عايزه اقول لكم الريحه بتاعتها كانت مسمعه مسمعه المكان كله. هقطع بقى عليها طرنشات طماطم كده، واحط بقى بيبس رمان وصوص الصويا وحبة بابريكا والملح بتاعي والبهارات بتاعت اللحمة. وهضيف بقى المرقة اللي كانت معايا في الكوز وهقفل عليها تاني. وزي ما انتوا شايفين كده الاكل زي الفل. اتمنى بقى يعجبكم الفيديو، والله كان طعمها تحفة وجميل ما شاء الله ولا قوة الا بالله. ما تنسونيش بقى يا جماعة في لايك وسبسكرايب، وده اليوم بتاعنا وده الاكل بتاعنا. بس انا ما جهزتش كل حاجة معاكم لان طبعا اولادي كانوا على مراحل، كل واحد كان جاي من مكان يجي ياكل لوحده، فما عرفتش يعني اعرض كل الاكل. يعني كل لما حد يجي اغرف كده طبق واحط له ياكل، والحمد لله الاكل كان زي الفل وزي العسل. هنا بقى الفرخه بتاعتنا المرقه جميله والمرقه بتاعتها صافيه كده وحلوه خالص. الفراخ بتاعتي واخده لون حلو جدا، مش لازم انا احمرها لان انا عاطيها صدمه من قبل ما ما احط عليها الميه بتاعتها. زي الفل كده زي ما انتوا شايفين الغيطه اللي شايفين المرقه عامله ازاي يعني والله تتشرب كده من الحله. وما تستغربوش انا وانا صغيره كنت بشربها والله من الحله بجد والله العظيم. هنا بقى هفضي في الاطباق بتاعتي وخلاص كده زي ما انتوا شايفين. هطبخ بقى هفضي بقى الرز. كان كذا حد عايز ياكل ومش كلنا يعني واكلين، ده الاكل بتاعنا وده اليوم بتاعنا. ما تنسونيش بقى في لايك وسبسكرايب ودعوة حلوة من قلبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.